جماعه انا النهارده مش جاي اقول لكم اي كلام نظري ولا اي نصايح. انا طالع افتح قلبي ليكم واكلمكم عن حاجه شخصيه قوي وبتاثر فيا لحد دلوقتي. هقول لك ازاي النهارده انا خسرت شغلي بسبب اني بطلت اتعلم. والله زي ما بقول لك كده، خسرت شغلي وكمان خسرت ثقتي في نفسي لفتره طويله. الموضوع ما كانش سهل، بس لازم تعرفوه بالتفصيل عشان ما تقعوش في نفس الغلطه اللي كلفتني كتير قوي. كنت شغال في ستارت اب لذيذه، وكنت بادئ معاهم من الاول خالص. اشتغلت معاهم اكتر من 3 سنين، وكنت اول مصمم في التيم. يعني كنت بعمل كل حاجه من الالف للياء. كنت قابل يوزرز واتكلم معاهم، كنت تقريبا بعمل كل حاجه في الشركه. وبفضل المجهود بتاعي وبتاع الفريق قدرنا نكبر الشركه ونخليها تشتغل في اكتر من دوله، وخدنا تمويل كبير، وكمان الشغل ابتدى يزيد. كنت انا البرودكت ديزاينر بتاع الفريق، كنت مسؤول عن كل حاجه تخص التصميم في الشركه، سواء ويب سايت، موبايل ابلكيشنز او ويب ابلكيشنز. بعمل كل حاجه من اول الريسيرش لحد الديزاين. وبصراحه كنت حاسس ان انا خلاص قفلت اللعبه وجايب اخر الشغلانه. بعد شويه تقريبا في السنه الثالثه بدات تظهر شويه علامات تحذير، كانت بتقولي ان انا لازم اراجع نفسي. بس بصراحه كنت بتجاهلها وما كنتش مركز معاها. اول حاجه، مريت بظروف شخصيه صعبه جدا وخلتني مش مبسوط ولا متحمس للشغل زي الاول. كمان لما الشغل ابتدى يزيد ما بقتش فاضي ان انا اتعلم اي حاجه جديده. بقيت مركز بس ان انا اخلص الحاجات اللي ورايا. كنت بعمل الحد الادنى من الشغل، ولا شغف ولا طاقه ولا اي حاجه. ما بطلعش حاجات جديده، مش بطلع حاجات كرييتيف. وطبعا في نفس الوقت السوق كان عمال بيتغير بسرعه جامده قوي. كان كل يوم تلاقي حاجه جديده، سواء في الديزاين، في فيجما، في حاجات مختلفه، وانا ما كنتش قادر اواكب بصراحه. مش عارف احضر حتى ميتينجز ولا ايفنتس ولا اي حاجه. شغال من البيت طول الوقت ومش بقابل اي حد اصلا من المجال. تقفل على نفسي، خلص الشغل اروح افصل مع اصحابي، السلام عليكم وعليكم السلام. واكبر غلطه ان انا كنت حاسس ان وظيفتي في امان بسبب اللي انا عملته قبل كده. في يوم من الايام بقى صحيت من النوم لقيت الشركه جابت مدير جديد للتيم بتاعي. هنا بقى جالك الموت يا تارك البروجكتس. وطبعا زي ما كلنا متوقعين بالظبط، لقيته في يوم كده واخدني على جنب بيقول لي عايزين نقعد نتكلم مع بعض شويه. انتوا اكيد فاهمين من الفيديو ايه اللي حصل في الميتنج ده. قال لي بصراحه انا اسف بس انا مش مقتنع بادائك خالص. عايزين شغل احسن من كده الفتره الجايه، عايزينك تبقى متواجد اكتر من كده مع التيم. انا قلت ان شاء الله، طبعا هطور وهعمل حاضر ان شاء الله. عشان المشكله ان انا ساعتها ما كنتش شايف ان انا وحش اصلا. انا كنت بصحى الصبح، ايه يا جماعه الكلام على ايه؟ في تاسك بنخلصوها، مفيش تاسك يعني خلاص تمام الحمد لله. وما كنتش شايف نفسي الصراحه مقصر في اي حاجه. انا كنت الصراحه ساعتها بستنى حد يطلب مني حاجه، طلب مني حاجه اعملها له، لو ما حدش طلب مني حاجه ما بعملش حاجه بصراحه. لغايه ما جه في يوم وجاب اخره مني وقال لي بصراحه يا مصطفى احنا مش هنقدر نكمل مع بعض. احنا بصراحه محتاجين حد يكون عنده طاقه ومجهود اكتر من كده. انا خدت الصدمه بقى، خدت الصدمه. ازاي ده انا بقالي 3 سنين في الشركه دي وقاعد، وانا اللي عملت كذا وانا اللي سويت كذا وكل الحاجات دي انا اللي مصممها، ازاي تقول لي انا؟ وجت خدتها على كرامتي قوي بصراحه. ودي غلطه معظم الناس بتقع فيها، انك تحط نفسك كده في مكان المظلوم وتقعد طبعا تطلع المدير ده هو الشيطان اللي عايز يستغلك او عايز يطلعك وحش وخلاص. بس الصراحه ما اخبيش عليكم، الموقف ده هز ثقتي في نفسي قوي. بعد ما مشيت من الشغل فضلت قاعد في البيت بتاع شهرين كده. بدات افكر، بدات اراجع نفسي، اشوف هو انا عملت ايه غلط. وبعد التفكير بصراحه حسيت ان المدير الجديد ده كان عنده حق بصراحه. انا فعلا ما كنتش بعمل مطلوب مني، انا كنت مقصر قوي في حق نفسي وفي حق الشغل. وادركت ان انا لازم اغير من نفسي وارجع اتعلم تاني بكل قوه. خدت شويه وقت كده من غير شغل، قلت اشحن طاقتي كده عشان اعرف ارجع للملاعب زي زمان، وبقى اشوف ايه اللي فاتني بقى في الدنيا وارجع اتعلمه. وكنت اللي بتعلمه وبقعد اطبقه في كام مشروع فريلانس كده صغير. هكلمكم على المشاريع دي بالتفصيل في حلقات تانية ان شاء الله. اتعلمت ساعتها ان اكبر غلطه هو ان الواحد يقفل على نفسه وما يحتكش بالناس. السوق على طول بيتغير وانت لازم تفضل طول الوقت عارف ايه الجديد. وهو ده اللي انا نفسي اقوله واوصله لاي حد ممكن يكون في مكاني دلوقتي. بلاش يا صاحبي تحس انك كبير على الشغل او خلاص ما بقتش محتاج تتعلم. وبلاش تفتكر ان وظيفتك في امان عشان انت عملت حاجات جامده زمان. والله تنفع حكمه على توك توك دي. لو حسيت انك مش مرتاح او مضغوط لازم تتكلم مع مديرك او مع زمايلك وتحاول تلاقي حل. ما تسيبش الدنيا كده لحد ما الامور تبقى اسوأ. ولازم تفضل تتعلم عشان تعرف تعمل اللي عليك في الشغل وتترقى فيه وتبقى احسن واحسن كمان. ولازم يبقى عندك شويه وقت تندمج فيهم مع الناس، تتعلم منهم وتعلمهم كمان، وتبقى جزء من المجتمع بتاعك. ما تبقاش حاسس بالوحده كده. بعد ما فقت كده ورجعت الحياه واموري الشخصيه اتحسنت، اتعلمت شويه حاجات حابب ان انا اقولهم لك تخليهم في روتينك اليومي. هيبقى حلو قوي لو قسمت وقتك ما بين 4 حاجات: الشغل، التعليم، الراحه، والاختلاط بالناس والاجتماعيات والعلاقات. انا عارف انه صعب بالذات مع ضغط الشغل، مش بيبقى فيه وقت، بس ما لا يدرك كله لا يترك كله. لو ساعه واحده في اليوم هتديها للتعليم صدقني هتفرق معاك قوي قوي على المدى الطويل، وهتحس بفرق كبير في مستواك بعد وقت قصير. تاني حاجه ممكن تساعدك انك تبتدي تتابع مواقع، ويب سايتس، بلوجز، بودكاستس، عشان تبقى متابع كده وفاهم الدنيا فيها ايه.
طبعا ده كلنا عارفين الكلام ده نظريا، بس عمليا بيبقى صعب فعلا تحقيقه. انا عارف ان اي عاده جديده عشان تدخلها في روتينك اليومي ما بتبقاش حاجه سهله وبتحتاج وقت ومجهود، فعشان كده مش لازم تبتدي بحاجه كبيره. حاول تحط حتت صغيره او تخصص وقت قليل بس تستمر عليه كل يوم. كام دقيقه تقرا فيهم مقال، تشوف فيهم فيديو قصير، تسمع فيهم بودكاست. كل واحد وذوقه والطريقه اللي هو بيستريح معاها. في ناس بتستغل وقتها وهي رايحه الشغل وبتسمع حاجه او بتقرا حاجه، او قبل النوم، او لو انت راجل نهاري كده وبتحب تصحى بدري ممكن وانت بتشرب فنجان القهوه الصبح. الحاجه الثالثه بقى انك تنزل بقى على الارض وتحتك بالناس، تحضر ميت ابس، تحضر ايفنتس، هتقابل ناس جديده، هتتعلم منهم حاجه جديده، هتوسع شبكه علاقاتك ومعارفك. صدقني كل ده مفيد قوي. انا عارف ان الحاجات دي ممكن تبقى غاليه شويه، بس لو تقدر عليها صدقني هتبقى استثمار حلو قوي لنفسك ولمستقبلك. ولو مش معاك البادجت انك تحضر ايفنتات او ميت ابس كبيره، ساعات بيبقى في ميت ابس ببلاش او ورش عمل بفلوس رمزيه يعني. رابع حاجه ودي مهمه جدا، اطلب دايما فيدباك من مديرك ومن زمايلك في الشغل عشان تعرف ايه نقاط قوتك وايه نقاط ضعفك وتعرف تشتغل عليهم وتبقى احسن. انا عارف ان اغلبنا بيتكسف يطلب فيدباك ويفتكر ان ده ممكن يقلل من قيمته، بس العكس بقى هو اللي بيحصل. لما بتطلب فيدباك من حد الناس بتحس فعلا انك مهتم انك تتطور وان رايهم مهم ومفيد ليك، وده بيزود قوي من احترامهم ليك. بص يا صاحبي، انا مش عايزك تتخيل انك بعد ما تتفرج على الفيديو ده حياتك هتتغير في يوم وليله وتبقى مليونير ونجم الديزاين في مصر. ما تخافش هيحصل بس مش دلوقتي عشان النجاح مش بالسهل. بس عايزك تتاكد من حاجه بقى، لو حاولت فعلا تطبق النصايح اللي انا قلتها لك في الفيديو هتبقى ماشي على الطريق الصح وبتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تنجح، والتوفيق ده بتاع ربنا. وفي النهايه انا عايزك تتعلم من تجربتي، عايزك تستفيد من اخطائي عشان ما تضيعش وقتك ومجهودك في اتجاه غلط، وربنا يكرمك وتوصل للي انت بتتمناه في اسرع وقت. فالخلاصه بقى في كلمتين، ما تبطلش تتعلم. طول ما انت عايش على وش الدنيا لازم تتعلم وتطور من نفسك وتخليك مواكب للتطورات اللي بتحصل في المجال بتاعك، عشان اللحظه اللي هتحس فيها انك خلاص مش محتاج تتعلم هي دي هتبقى بدايه النهايه في المجال. اصحى للكلام. خليك يا ابني متواضع وما تتكبرش على التعليم، والتعليم ده ممكن تاخده من اي حد، كبير صغير، حد خبير، حد لسه مبتدئ، محدش كبير على التعليم يعني. يقول لك يموت المعلم ولسه بيتعلم. وبصراحه اهم حاجه انك ما تخافش تفشل او تخاف تجرب اصلا حاجات جديده. اطلع بره الكومفورت زون كده وجرب واغلط. الغلط ده هو اللي بيعلمك اصلا وبيخليك احسن. الاهم بقى من كل ده اوعى تيأس، اوعى تيأس. بص لي خليك مؤمن بقدراتك وانك هتوصل في يوم من الايام. طالما بتشتغل بجد وبتعمل اللي عليك ربنا يكرمك والنجاح هيجيلك لحد عندك. في النهايه اتمنى ان القصه تكون فادتكم فعلا. ما تنسوناش بقى في اللايك، ولو عجبك الفيديو ده اعمل شير وسبسكرايب علشان تشوف الفيديوهات اللي جايه كلها. بس سلام. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو قول لي نعيما في الكومنتات على الحلقه الجديده.